ليتس جو. ده كريتوس السيد رفاعي الدسوقي. ده انت معلم يا دوب بتتكلم وانا واقف. الجزء الاول كان محارب قوي اقبح وقائد جيش سبارتا، وبقى زعيم الحرب بعد ما اتينا الصنم اللي انتوا فاهمين قصتها مع المنتج ساعدته انه يخلص على ايريس، وده عشان ايريس استغل كريتوس بعد ما باع له روحه وخلاه يقتل مراته وبنته. You will become death itself. وفي الجزء الثاني زوس كبير الزعماء غدر بيه وخلص عليه، بس بيكون ظهرت له جايا اللي اديته واحده اسد يلا فيه ايه، وساعدته انه يوصل لزوس تاني عشان هي كمان عندها طار عنده وعايزه تنتقم منه. ولما وصل له بمساعده جايا وكان خلاص هيخلص عليه، اتينا بعد ما ربنا هداها وبقت بني ادم عادي الجزء الثاني ظهرت وضحت بروحها عشان تنقذ زوس، وبتصدمنا قبل ما تموت ان زوس يبقى ابو كريتوس، واحنا بنتصدم وزوس بيهرب واتينا بتموت، بس كريتوس مش بيتهزله شعرايه عشان هو اصلا قرع. قصدي الموضوع بالنسبه له لسه مخلص، وزوس لازم يحاسب على كل اللي عمله، عشان هو وجايا اتحدوا مع بعض وقرروا انهم يطلعوا له على جبل اولمبس في ارض الزعماء عشان يخلصوا عليه في مملكته. وكريتوس اخر حاجه كان بيقولها له جاي لك يا كافر يا ابن ولحظه الالتحام تقترب. والمفروض ان زوس دلوقتي بقى اضعف عشان كريتوس خلص على ذا سيسترز اوف فيت حلفائه، واتينا اللي كانت بتدافع عنه جوه المملكه ماتت. فهل فعلا كريتوس هيطلع وينزل زي ما بيقول، خاصه بعد ما تحالف مع جايا والتايتنز، ولا زوس هيديله على عينه تاني وهيقول له امك في العشه ولا طارت ويهرب برضه، ولا منين معاه بيودي على فين؟ ده اللي هنعرفه النهارده. ده انت تمسك الشيشه بقى. بس قبل ما نبدا ما تنساش ان انت تعمل لايك عشان ده فعلا بيساعد، ولو اول مره تشوفنا ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا احمد فارس ودي قصه كريتوس في جاد اوف وور 3، وعشان وقتي ووقتك بس يا بابا يا بنت هوا يا بنت. بتبدأ الحكاية بكريتوس وجايا ومعاها جيش التايتنز، وبيبقوا طالعين على جبل أولمبس وفي طريقهم لمملكة زوس عشان يخلصوا عليه، وزوس وباقي الزعماء بيبقوا فوق مستنيينهم ومجهزين نفسهم عشان يدافعوا عن المملكة. وهقول لك مين الزعماء دول واحد واحد بس في وقتهم. المهم إن الشغلة بتدور والعركة بتبتدي، وبيهجم عليهم أول واحد من الزعماء واللي يبقى بوسايدن، وده يبقى زعيم المحيطات والبحار وأي مكان ينفع تضرب فيه غطسين، وبيبقى عنده القدرة إن هو يتحكم في المية ويحولها زي ما أنت شايف كده. ومعرفش ليه حسنا برجل كابوريا الصراحة، بس تقريبا الديزاينر كان يشب في بقه وهو بيرسم الشخصيه تقريبا. المهم ان بوسايدن بيدخل ما بين جسم جايا عشان يضعفها ويوقعها من على الجبل، وفي نفس الوقت بيعارك كريتوس وبيقول لكريتوس انت ما احترمتش قدسيه اولمبس يلا، ولا احترمت الزعماء وبتاع، ده انا ههينك. بس كريتوس مش بيسمع له وبيمسكه بيعدمه العافيه، وبيفضل يطرقع له لحد ما جايا بتديله يد بتطلعه من الكائن ده، وكريتوس بيطيره على الجبل بيرزعه في الحيطه، والوحش العجيب ده بيقلب اكوا بارك. المهم ان كريتوس بيرجع لبوسايدن تاني وبيقول له بوسايدن يا نمر انت بتتحداني وانا ضارب ابوك مرتين، ده انت تمسك الشيشه بقى. قال له نمر ايه يا اسطى، انا حصان برجل كابوريا وطالع من الميه وبتاع، انت بتقول ايه؟ فكريتوس بيقول له مش ذنبي ان الديزاينر كان مستبح وهو بيرسمك يا كافر يا ابن وبيكمل عليه بيجيب اجله وبيخزع له عينيه حرفيا وبيهدفه من فوق الجبل وبيرميه في البحر عشان بوظ له الافيه. وبوسايدن لما بيقع في البحر تسونامي كبيره بتقوم وبتدمر العالم كله وبتحوله لعالم اشباح، وبكده كريتوس يكون خلص على اول واحد من زعماء زوس، ومش فاضل غير انه يكمل طريقه مع جايا عشان يوصلوا لزوس نفسه. وفعلا بيكملوا رحلتهم لقمه الجبل، واول ما بيوصلوا بيكون زوس مستنيهم وبيقول لكريتوس نورت يا ابو دماغ حافيه. فكريتوس بيقول له بص يا حاج انت ابويا وكباره وشعره بيضه بس انا جاي اقل منك. فزوس بيتعصب عليه وبيقول له بتشتم ابوك يا ابن وبيطلع السحاب وبينزل لنا بزعزوع قصب شمورت بيكهرب بيحدفوا عليهم، والاتنين بيقعوا من فوق من قبل حتى ما يفكروا يشخروا له. بس جايا وهي بتقع ايديها بتبقى شبه اتقطعت وبتبقى يا دوب ماسكه نفسها بالعافيه، وكريتوس وجايا بقوا هما الاتنين في موقف مش قادرين يساعدوا بعض فيه. وكريتوس لما بيقول لجايا ساعديني بتقول له لو ساعدتك هنقع احنا الاتنين، وكده كده الحرب دي بتاعتي من ايام ما انت كنت لا مؤاخذه لسه ميه في ركب زوس، فاهدى بقى. وكريتوس بيبقى شايف ان هي كده خانت عهدها معاه بعد التحالف اللي عملوه، وهي شايفه ان خيرها عليه وان هي ساعدته، ولولا كان زمانه اصلا ميت الجزء اللي فات وما كانش هيبقى فيه جزء تالت اصلا، والديزاينر ما كانش هيلاقي حتى تمن استباحته. وجايا بتسيبه وبتطلع، وكريتوس بعد ما وصل لزوس وخلاص كان ناقص له يا دوب زعزعتين كمان ويجيب رقبته، بيقع من فوق وبينزل لاوطى نقطه في جبل اولمبس في العالم السفلي. وكريتوس بيبقى هزيل ومش قادر يمشي بس بيبقى مش حالل وعايز يرجع لزوس تاني عشان يخلص عليه، بس المره دي الطلعه دي هيطلعها لوحده. ومن هنا بتبدأ رحلة طويلة محتاج انه يستعيد فيها قوته من اول وجديد، وفي نفس الوقت يكون معاه اسلحة تسد معاه في رحلته. ولذلك انا برشح له سكين كلوب، عشان دلوقتي التوب اب في سكين كلوب بقى انستنت في ساعتها. سكين كلوب هو اكبر ستور لسكنز اسلحة لعبة كونتر سترايك في العالم، وطبعا كونتر سترايك دي لعبة الطفولة في سايبرات مصر كلها، يعني غنية عن التعريف. وعشان كده انا جاي لك النهارده بحاجة بلس 18. مجموعة لعيبة محترفين قرروا انهم يعملوا اكبر ستور باجدد واحدث سكنز للاسلحة في لعبة كونتر سترايك 2 حرفيا، من اول السكينه لحد ما اشوف خيالك يوديك لحد فين. ده غير ان انت تقدر تصنع الكيسز بتاعتك بالسكنز اللي على مزاجك، يعني ببساطه تختار سكنز اسلحتك تحطها في الكيس بتاعتك وتنزل الجيم بام تلاقي الكيس اللي انت حضرتها مستنياك. ده غير ان انت تقدر تعمل ابجريد للاسلحه بتاعتك
وتتابع ايفنتس وتدخل باتلز، ده غير الديلي كيسز اللي بتنزل على الستور كل يوم. سكين كلاب مش بس ستور، ده كوميونيتي كامل بيساعد بعضه. يعني انت لو معاك كيس وخلاص زهقت منها فانت تقدر تعمل لها اكستشينج عادي. ولو ما تعرفش، كل كونتر سترايك 2 تورنمنتس على مستوى العالم اللعيبه اللي فيها كلهم السكنز بتاعتهم من سكين كلاب. ودلوقتي الدور عليك، سجل دلوقتي وخد لفه هناك. ولو سجلت عن طريق اللينك اللي في الديسكريبشن او اول كومنت او البرومو كود ده، هيبقى ليك بونص 7% على كل عمليه شراء بلس 18 وتطبق الشروط والاحكام. اشوفك في الباتل يا بطل. كريتوس بيقع في العالم السفلي في مكان زعيم الجحيم واللي يبقى اسمه هيديز، وبيبقى ما فيهوش حل يطرطر بس حالف لا يرجع لزوس ويفشخه. بس وهو في طريقه بتظهر له دي أتينا تاني وبتقول له انها بعد ما ضحت بروحها من اجل زوس رقاها وبقت مش عارف ايه كده في دماغ اللي كتب السيناريو عشان عنده توحد، وبتصدمنا ان هي كمان دلوقتي قلبت على زوس وعايزه تنتقم منه. يلا بينا. فبيقول لها انت فئه اماره من صنم لبني ادم اللي بتضحي بروحك من اجل زوس لشبح وعايزه تاخدي روح زوس. ايه التكسكه اللي انت فيها دي؟ انت منافقه قوي. بس هي بتقول له اولا المنتج عايز كده ودافع كتير فمفيش نقاش، ثانيا انا ما كنتش شايفه الحقيقه زي ما انا شايفاها دلوقتي، واخر حاجه بتقولها له انه عشان يدمر زعيم قوي زي زوس فهو محتاج يلاقي حاجه اسمها ذا فليمز اوف اولمبس، ودي اللي سنوب دوج ولع بيها الجوب في اولمبياد فرنسا. قصدي ان ذا فليم اوف اولمبس دي عباره عن بوكس بيبقى فيه الطاقه الوحيده اللي قادره انها تدمر زوس وعياله وقادره تمسح تاريخ اولمبس كله من الوجود، ولو لقاها مشاكله في الليله دي كلها هتتحل. وبتعدي من جسمه وبتاخد سلاحه وبتزوده بحاجه اسمها اكسل عشان تدله على مكان ذا فليم اوف اولمبس. وبعدها كريتوس بيسترجع قوته والدنيا بتبقى تمام، وانا كراجل مسلم بعد المشهد ده قاعد في الركن ميت من الضحك على ان دي عقليه اللي كتب السيناريو اقسم بالله. ومن هنا بتبدا رحله كريتوس في البحث عن بوكس ذا فليمز اوف اولمبس عشان يدمر زوس بمملكته. Destroy the flame, Kratos, and the very foundations of Olympus will crumble. المهم ان كريتوس وهو بيلف في العالم السفلي عشان يشوف هيطلع جبل اولمبس ازاي بيقابل ده بيرسيوس، وده واحد بيعاني من العذاب الابدي ومحتاج اللي يحرره، وبيقول له حررني ومعاه نبله بالنار هديها لك وبتاع. فكريتوس بيقول انا شفت المشهد ده فين قبل كده، وبيفتكر ان ده ريفرنس من نفس المشهد اللي في الجزء الثاني في كهف عم احمد ده، وكان في واحد متسلسل على ايده اسمه بريسيوس برضه وعليه عذاب ابدي برضه ومحتاج انه يتحرر برضه في الجزء الاول في اللعبه برضه، وكان هياخد منه مكافاه حاجه فيها نار برضه. فكريتوس لما بيلاقي ان مفيش ابداع فمش بينقذ حد وبيروح يولع في اهله عشان المنتج ملحد ابن ومركز في جرافيكس بس ومفيش اي ابداع في السيناريو بجنيه، وبياخد منه السلاح عشان هو كده على الابيض محتاج اسلحه والسكه لسه طويله. وبيكمل لف في العالم السفلي لحد ما بيوصل لمكان تاني اسمه جادجز اوف ذا اندرورلد، وده مكان جوه العالم السفلي اللي الاصنام دي المفروض انهم بيحاكموا الناس اللي بتقع هنا تحت بعد ما بتموت وبتاع، يعني فاهم شغل كفر ابن عايز اللوست ناصر يعمل معاهم واحد مصنفر. Oh my god! وبيبقوا ماسكين تحديدا السلسله دي وهنعرف هي بتاعت ايه بس قدام شويه. المهم ان كريتوس بيقف في النص عشان يتحاكم وبتاع، فواحد من الاصنام دي بيقول له الله اخويا احنا ساعه غدا دلوقتي ومش فاضيين، عدي علينا بعدين وروح البوابه دي شوف ايه الكلام. فبيروح يعدي من البوابه وبيفضل يلف حوالين نفسه لحد ما بيشوف شعله النار دي باندورا، ودي بنت بتكلم زوس عن طريق الشعله دي وبتبقى عارفاه كويس، وبيبقى مش واضح قوي وضعها ايه معانا في القصه بس بتبقى عايزاه يساعدها انه يحررها. وكريتوس في الاول كان مفكرها بنته بس لما لقاها مش هي ما ادهاش اهتمام وكمل. المهم ان كريتوس بيفضل يحنكش في المكان لحد ما بيروح للراجل اللي شبه عم بولا ده هيفيستس، وده يبقى ابن زوس وبيبقى محبوس هنا وفاعل له عينه، والمفروض على حسبتهم انه بيصنع بني ادمين تحت الارض على اساس انه المسيح الدجال وبيحيي الموتى في الحرفيين، ومش محتاج اقول لك المنتج ايه تاني عشان انا خلاص تعبت، بس انا هقول له عم بولا. المهم ان كريتوس بيساله عن مكان ذا فليمز اوف اولمبس، بس عم بولا بيقعد يقول له دي قوه خارقه وليها احترامها والزعماء نفسهم مش بيقربوا لها عشان اللي بيلمسها بيموت في ساعتها. وكريتوس بيفضل يساله وعم بولا يتوهه لحد ما في الاخر بيقول له انا كنت حاسس من الاول انك ابن مالكش لازمه، وبيسيبه وبيمشي. وبيفضل يلف في العالم السفلي لحد ما بيوصل للقصر بتاع هيدز زعيم الجحيم، فبيكسر التمثال بتاعه بالتابوت بتاع مراته وبيفضل مكمل جوه لحد ما بيدخل له عند العرش بتاعه، وبتدور الحكايه بينهم وكريتوس بيمسكه بيفلق له وبيعمل معاه واحد سفلي بيهينه، وبعدها بياخد منه السلاح بتاعه وبيفضل يجلد فيه لحد ما بيسلخ روحه من جسمه وبيخلص عليه، وبيحرر كل الارواح اللي كان حابسها جواه، وبعدها بياخد بعضه من تحت الميه وبيرجع تاني على الراجل اللي شبه عم بولا ده. ولما كريتوس بيرجع لعم بولا من الطريق ده تحديدا، عم بولا بيفهم ان هو خلص على هيدز، وبيبقى مصدوم ان كريتوس لسه في قوته عشان هيدز من الصعب ان حد يخلص عليه. وكريتوس بيقول له خلاص مفيش منه الكلام ده، وبيساله تاني على مكان ذا فليمز اوف اولمبس،
اولمبس. ومن هنا عم بولا بيبدا ان هو يحكي لنا حكايته ويقول لنا هو ليه محبوس هنا، وبنعرف منه انه زمان كان احسن من انجبت اولمبس في صناعه البني ادمين. يا كافر يا ابن وكان راجل واخد وضعه في اولمبس، وزوس كان مكافئه ومروق عليه ومجوزه افرودايت، والدنيا كانت جميله لحد ما كريتوس جه في اخر الجزء الاول وخلص على ايريس. ومن ساعتها زوس حبسه هنا في العالم السفلي بسبب ان كريتوس خلص على ايريس. معرفش ايه العلاقه بس مشي الدنيا. وزوس بيكون خد منه احسن حاجه صنعها في حياته واللي حبها زي بنته، وهي بندورا. ودي الشعله اللي كانت بتنادي على كريتوس عشان يحررها، بس هو ما ادهاش اهتمام. ومن ساعتها عم بولا عايش هنا في الصدمه وبيحاول ان هو يعمل واحده تاني زيها ومش عارف. فكريتوس بيقول له انت بتدخلني في حكايتك ليه يا اسطى؟ بص انت كافر يالا وكلامك صداع شكل وشك، مش عايز من امك حاجه، انا ماشي. وبيسيبه وبيمشي وبيكمل رحلته في البحث عن ذا فليمز اوف اولمبس لحد ما بيوصل للبوابه اللي منها هيطلع من العالم السفلي وهيرجع تاني على جبل اولمبس. وعند البوابه اتينا بتظهر له وبتفكره بسبب رحلته، وهو انه يلاقي ذا فليمز اوف اولمبس. Zeus will die. المهم ان كريتوس بيخش المعبد وبيدخل جبل اولمبس، وفي طريقه بيشوف جايا وهي متشعلقه وخلاص يا دوب هتقع. ولما بتشوفه بتبقى مستغربه ان هو لسه عايش، بس بتستنجد بيه عشان يساعدها. بس هو بيبقى مش ناسلها وبيقول لها والله كان على عيني، وبيقطع لها ايدها خالص وهي بتقع من فوق وبتموت. وبيحدف لها ايدها وبيقول لها خدي دي تخصك. وبعدها بيدخل بوابه في الجبل واللي منها هيكمل طريقه عشان يوصل لذا فليم اوف اولمبس. بس وهو في طريقه بيشوف واحد من التايتنز بيكون بيحارب واحد من زعماء زوس، واللي يبقى هيليوس زعيم الشمس. والتايتن العملاق ده بيبقى ماسك هيليوس عمل له واحده الذبابه الملعونه وبيحدفه بيرشقه في الجبل. فكريتوس بياخد بعضه وبيروح وراه عشان يكمل عليه، فبيلاقيه متحصن بجنود بالكهرباء. فبيسوق الوحش ده وبيشد لهم الفيش وبيخلص عليهم كلهم لحد ما بيبقى مفيش غيرهم هما الاتنين بس. ولما كريتوس بيساله عن ذا فليم اوف اولمبس، هيليوس بيضلله وبعدها بيديله فلاش في عينه عشان يعميه. بس كريتوس بيتفادى الضوء ده وبعدها بيمسكه بيكسر له عظم وشه وبيفضل يشد في راسه لحد ما بيفصلها له عن جسمه عشان يعملها كشاف حرفيا. وبعدها بيدخل جوه الجبل عشان يشوف هيطلع ازاي على فوق من جوه لحد ما بيوصل لمكان اسمه ذا باث اوف ايوس. والفتحه اللي عندها السلاسل اللي هو شايفها دلوقتي دي هي الطريق الوحيد اللي منه يقدر يكمل رحلته على فوق. المهم ان كريتوس وهو بيحاول يوصل للسلاسل بتظهر له بندورا تاني عشان يساعدها، وهو برضه مش بيديها اهتمام وبيكمل في طريقه لحد ما بيوصل للسلاسل وبيركب السريع يا صاحبي والبوصله على فوق. والسلاسل دي برضه مهمه قوي في قصتنا بس هنجيلها في وقتها. وفي السكه بيخلص على التايتن اللي كان بيتعارك معاه عشان هو قلب على التايتنز كلهم من بعد حوار جايا. وبعدها بيكمل طريقه من عند السلاسل لحد ما بيوصل لمكان اسمه ذا كيفرنز. والمكان ده زي حلقه الوصل ما بين قمه الجبل اللي فيها مكان ذا فليم اوف اولمبس ومملكه زوس، وقاع الجبل في العالم السفلي عند هيدز اللي لسه كان عنده دلوقتي كريتوس. والمنطقه اللي احنا فيها دلوقتي دي هي حلقه الوصل ما بينهم. والمفروض انه من منطقه الكهوف اللي هو فيها دلوقتي دي يشوف طريق منها عشان يكمل طريقه على فوق. بس وهو بيحنكش بين الكهوف وبيشوف الكلام على ايه، بيظهر له ده هيرمس، واحد من زعماء زوس وتقريبا الدليفري بتاعه. المهم انه بيفضل يستفز في كريتوس ويطلع له لسانه لحد ما كريتوس بيجيب اخره منه وبيقول له بس طبعا هيرمس كان اختفى من قبل ما يسمع حرف الكاف اساسا. المهم ان كريتوس بيطلع من نفس السكه اللي خدها هيرمس وبيبقى خلاص حاطه في دماغه ومش هيحله. ولحسن الحظ ان هو طلع وراه عشان اخر السكه دي اخيرا كريتوس بيوصل لبوكس ذا فليمز اوف اولمبس، ومملكه اولمبس هتبقى دم للركب. Your eyes do not deceive you, Kratos. في نفس الوقت اللي اتينا بتظهر له فيه وبتفكره انه ما ينفعش ان هو اللي يفتح البوكس عشان لو لمسه هيموت، والوحيد اللي يقدر يفتح البوكس ده يبقى بندورا، البنت اللي فضلت تظهر لكريتوس على شكل شعلة وهو ما كانش مديها اي اهتمام. وبتقول له ان زوس عارف الكلام ده وان البوكس ده عشان يقدر يفتحه فهو لازم يدور على البندورا البنت نفسها. وبعد ما بتقول له الكلمتين وبتختفي بيظهر لنا سونيك السريع ده تاني هيرمس. وكريتوس لما بيشوفه المرة دي بيروح وراه مش بيحله وبيفضل وراه لحد ما بيكسر تمثال أتينا عليه، وفي الآخر بيزنقه عند المعبد وبيفشخه وبيقطع له رجله، وبعدها بيمسكوا زرع بصل وبيقطع له رجله التانية وهيرمس بيموت. وكريتوس بياخد السنيكرز بتاعته عشان يبقى هو كمان سونيك ويهرب من الشرطة المدرسية في الفسحة. وبعدها بيرجع تاني عشان يفتح القفص اللي على البوكس اللي على ذا فليم اوف اولمبس لحد ما يلاقي بندورا، بس بيكتشف برضو ان الترس بتاع القفص معلق ومش عايز يفتح، وده عشان الأصنام اللي كريتوس عدى عليهم في ساعة غدا دول في العالم السفلي ماسكين في السلسلة، فبيبقى لازم يرجع تاني على هناك عشان يفك ايديهم منها ويقدر ان هو يفتح القفص. المهم ان كريتوس بيسيب موضوع القفص ده دلوقتي وبيفضل يحنكش في المنطقة لحد ما بيشوف دي هيرا
ودي تبقى مرات زوس وملكة الزعماء. فكريتوس بيقول لها جوزك فين يا مرة العاملك كشاف زي ابنك؟ فبتقول له ايه ده انت بتشتمني؟ هيركليز. وهيركليز ده يبقى ابنها واخو كريتوس الشقيق، وبيبقى مش طايق كريتوس عشان غيران منه وشايف ان زوس كان على طول مفضله عليه في كل حاجة، وبترسي مع هيركليز على خد تعالى نلعبوا جولة. فكريتوس بيقول له هي مع ابوك مش معاك بس بشوقك لو جايباك، وبيدي له واحدة جبت الترنك يا ميخا وبيكسر له عظم وشه وبياخد منه الجلافزات بتاعته دي وبيكمل عليه بيها لحد ما بيكسر بيه الارض حرفيا وبيخلص عليه. بس وهو في نفس المكان بتظهر له بندورة تاني وبنسمع صوتها وهي بتصرخ وبتقول له انقذني، وبنعرف ان زوس بيعنفها عشان عرف ان كريتوس بيدور عليها وانه عايز يستخدمها عشان يفتح بيها ذا فليم اوف اولمبس، وبيبقى حابسها في مكان اسمه لابرينث او المتاهة، وكريتوس لازم يدور عليها ويلاقيها قبل زوس ما يعمل فيها حاجة. فكريتوس بياخد بعضه من البوابة السحرية دي وبيرجع تاني على عم بوقلة وبيسأله ازاي يروح على المتاهة. فعم بوقلة لما بيسمع المتاهة بيتخض وبيفهم ان كريتوس عايز يوصل للمكان اللي محبوسة فيه بندورة عشان يفتح البوكس، ولو كريتوس فتح بيها البوكس بندورة هتختفي، وعم بوقلة طبعا مش عايزها تختفي عشان هو بيحبها زي بنته الشويتين دول. فبيسوح كريتوس وبيخليه يروح يدور على حجر معين عشان يصنع له منه سلاح قوي. فكريتوس بيقول له انا معايا اسلحة مش محتاج اسلحة وبتاع، فبيقول له لا السلاح اللي هصنعه لك ده السلاح اللي انت هتستخدمه في رحلتك كلها لان مفيش منه اتنين على الكوكب اللي اتدمر ده. فكريتوس بيقول له امري لله وبياخد بعضه وبيروح على المكان اللي هو قال له عليه، واول ما بيوصل هناك بيلاقي نفسه واقف على ايد كرونوس، وكرونوس بيقول له انت قتلت جايا ومش هسيبك وبتاع، وبيبقى عايز يديله واحده الذبابه الملعونه يفعصه، بس كريتوس بينجح ان هو يفك نفسه منه وبيخلع له ضفره وبيديله واحده كشاف زينون بدماغ هيرمس بياميه. فكرونوس بيقول له انت بتديني على عيني يا اسطى، فبيبلعه، بس كريتوس مش بيحله وبيشق بطنه من جوه بيوقع له مصارينه وبيطلع منه بالحجر اللي بيدور عليه، وبعد كده بيدخل له البتاعه دي في زوره وبيعمل له فونتانا مضيئه في نص دماغه عشان العيال تلعب فيها بعد المدرسه، وبيخلص على كرونوس وبياخد الحجر وبياخد بعضه وبيرجع تاني على عم بوقلة عشان يعمل له السلاح بالحجر اللي جابه له. وكريتوس بشكل ما بيبقى حاسس ان عم بوقلة ده بعته هناك عشان كرونوس يخلص عليه مش عشان الحجر، وبيبقى شاكك برضه ان هو هيغدر بيه. المهم ان عم بوقلة بعد كده بيقعد يشتغل في السلاح، وبعد ما بيخلصه بيديه لكريتوس عشان يجربه، ووقتها كريتوس شكه بيبقى في محله عشان عم بوقلة بيهجم على كريتوس وبيبقى عايز يخلص عليه، بس كريتوس بيمسكه السلك عريان بالسلاح اللي عمله له، وبعدها بيحط البتاعه دي في بطنه بيخلص عليه، وبعدها بيرجع تاني لهيرا مرات زوس بيخلص عليها وبيدمر مفتاح القصر بتاعها وبيكمل في طريقه عشان يوصل للبندورة. المهم ان كريتوس بيرجع تاني على منطقة الكهوف اللي ما بين العالم السفلي وقمة الجبل، وبنعرف ان المتاهة اللي محبوسة فيها بندورة موجودة في كهف من الكهوف اللي هنا، بس كريتوس بيبقى محتاج حاجة اسمها ايس ستون، والستون دي بتبقى موجودة في العقرب الوحش ده. فكريتوس بيكسر له رجليه وبعدها بيمسك ديله وبيدخله في زوره وبيخلص عليه، وبعدها بياخد منه الايس ستون وبيستخدمها عشان يفك لغز المتاهة وبيرصها جنب بعض، واخيرا كريتوس بيدخل المتاهة وبيبقى خلاص قرب ان هو يوصل لبندورة. المهم ان كريتوس بيفضل يحنكش في المتاهه لحد ما في الاخر بينجح ان هو يوصل لبندورة، ولما كريتوس بيوصل لها بيبقى هي مغمى عليها، بس بعدها بتفوق عشان المخرج يعمل لنا شويه سسبنس وبتاع، وبعد كده بيحررها من المتاهه وبيطلع بيها تاني على منطقه الكهوف، وهي بعد كده بتساعده ان هو يرص باقي المتاهه، وبعدها بيسيب بندورة في منطقه الكهوف وبينزل هو تحت على العالم السفلي عشان يكسر السلسله اللي في ايدين التماثيل دي عشان يعرف يفتح القفص اللي فيه البوكس بتاع البندورة، وبعد ما بيكسر السلاسل دي بياخد نفس الرحله تاني بس بيطلع على فوق خالص عند قمه الجبل عشان يفتح قفص البندورة، وفي نفس الوقت يرفع المتاهة كلها لفوق عشان يفك اللغز ويقدر في الاخر ان هو يفتح بوكس ذا فليم اوف اولمبس. وفعلا كريتوس بيحرك الترس وبيشغل الشغلة والمتاهة بتبدأ ان هي تترفع، وفي نفس الوقت القفص اللي على البوكس بيبدأ ان هو يتفتح، واول ما المتاهة بتترفع وخلاص مش فاضل غير ان هو يفتح البوكس ببندورة، كريتوس بيغير رأيه وبيبقى مش عايز بندورة تسيبه وبيقول لها هو هيشوف طريقة تانية يقدر يفتح بيها البوكس ده، وبنفهم من كلامه انه اتعلق ببندورة عشان هي بتفكره بنته اللي قتلها زمان، بس هي بتبقى مش مستعنيه الكلام اللي هو بيقوله وبتبقى قافشه ان هي تروح على البوكس عشان ده مكانها الصح اللي هي المفروض اتخلقت علشانه. ولما بتفلت نفسها منه وبتجري على البوكس زوس بيظهر وبيوقفها عشان الموقف ده كله اصلا خطر على حياته هو، وما ينفعش ان اي حد يلمس البوكس ده او يفتحه سواء هو او غيره. وكريتوس بيتعصب وبيقول له نزل البت وبتاع، فزوس بيقول له تمام اهي، وبيديها واحده خالتي فرنسا بيطيرها، وبعدها بيمسكوا ببعض وبتدور الحكايه وهما الاتنين بيطحنوا بعض لحد ما كريتوس في الاخر بيتملك من زوس وبيكسر عليه ميدان المكان.
في نفس الوقت ده بندورا بتكون غفلتهم هما الاتنين وبتبقى جريت على البوكس، وكريتوس بيجري وراها وبيحاول ان هو يلحقها قبل ما تتسحب جوه البوكس. في نفس الوقت برضو اللي زوس بيبدا ان هو يفوق فيه وبيقول لكريتوس الحقها، فكريتوس بيتجنن لما بيشوف زوس لسه عايش وبيسيب بندورا تروح للبوكس وبيرجع على زوس عشان يكسر عظمه. بس بندورا بتكون خلاص اتسحبت في البوكس والشعله اللي فيه بتكون خلاص اتطفت، وكريتوس لما بيروح على البوكس وبيفتحه بيلاقيه فاضي وما فيهوش اي حاجه، وزوس بيفضل يشمت فيه وبيضحك عليه، وكريتوس بيبقى خلاص جاب اخره منه. فبيطلعوا هما الاتنين على سطح اولمبس وبيلعبوا جوله تانية، وبيفضلوا هما الاتنين يفرهدوا في بعض لحد ما بتظهر لهم جايا، وبنكتشف انها لسه عايشه وما ماتتش وبتبقى راجعه عشان تخلص عليهم هما الاتنين. فبتمسك الحلبه اللي هما واقفين عليها وبتحاول تديهم واحده الذبابه الملعونه وتفعصهم في بعض، بس هما الاتنين بينطوا من فوق وبينزلوا عليها، وزوس بيختفي وكريتوس بيدخل جوه عند قلبها وبيولع فيه وبيفضل يضرب فيه عشان يوقفه ويقتلها. بس بعدها بشويه زوس بيظهر له تاني وبيلعبوا هما الاتنين جوله تانية في احشاء جايا، لحد ما كريتوس في الاخر بيتملك من زوس وبيحطه عند قلب جايا وبيطلع سيف اولمبس وبيرشقه في زوس وجايا مع بعض وبيخلص عليهم هما الاتنين مره واحده. وجايا بتبدا ان هي تقع وبتنهار من فوق وبيبقى جواها كريتوس وزوس وبينزلوا كلهم على الارض، وكريتوس بعدها بيسحب سيفه من جثه زوس بعد ما خلص عليه، بس بنتفاجئ بشبح زوس بيطلع له وبيقول له انت مفكرها خلصت يلا، وبام بيرزع كشاف ضوء بيجرد كريتوس من كل اسلحته، وبعدها بيمسكه من رقبته وبيفضل يخنقه لحد ما في الاخر كريتوس بتروح بتشوف عالم الظلام. بس في عالم الظلام بنسمع صوت بندورا وهي بتكلم كريتوس، وبتفضل توجهه جوه العالم ده لحد ما في الاخر بتوصله للبوكس اللي فيه ذا فليم اوف اولمبس، وكريتوس لما بيفتحه بيبدا ان هو يسترجع قوته تاني وهو في ايد زوس، وعينيه بيبدا ان هو يظهر فيها شعله بندورا، وبيسترجع طاقته وبيفك نفسه من زوس وبيزنقه في الركن وبيطبق له وشه لحد ما اخيرا زوس بيلتقط اخر انفاسه وبعدها بيتكل على الله بيموت. وبكده كريتوس يكون خلص على زوس بمراته بعياله بمملكته بزعمائه بكل حاجه تخصه، ونفس الكلام لجايا والتايتنز. المهم ان في الاخر اتينا بتظهر لكريتوس وبتقول له على الطاقه اللي كانت في البوكس، وبتقول له ان الطاقه دي تخصها وهي عايزاها وبتاع، فكريتوس بيقول لها والله انا لما فتحت البوكس لقيته فاضي فما فيش بوكسات بقى، ما فيش طاقه. فاتينا بتقول له انت كذاب والقوه ديت باينه عليك دلوقتي وطالعه منك، واللي كان في البوكس ده يخصني، وبتقعد تحكي له قصه طويله عريضه ملهاش اي لازمه. فكريتوس بيقول لها انا قتلت البشريه كلها بالزعماء باي حاجه بتمشي على الارض، فاكيد لو هعيش مع حرمه في العالم دوت لوحدي هصدع فهو، وبيخلص على نفسه بالسيف بتاعه عشان يرتاح من زنها، وهي بتروح تطلع السيف من جسمه وهي بتقول له برضه مش مصدقاك، ده انت فيمينست بنت، وبتسيبه سايح في دمه وبتاخد بعضها وبتمشي، وكريتوس بيموت والتتر بينزل. بس بعد التتر بنتفاجئ ان كريتوس مش موجود وبيكون ساب السيف بتاعه، واثار الدم دي بتقول انه نط من هنا او طار الله اعلم، وانا بصراحه معرفش ده معناه ايه، بس اللي اعرفه ان بتنتهي القصه. وشكرا لو وصلت لحد هنا في الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك، ولو عجبك قوي ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عجبك قوي فعليكوا على الكومنتات بقى بص انا ماشي بعلاج. وما تنساش تتابعني على الانستجرام، هو معلهوش صور بس على طول هناك بنعمل استطلاعات رأي عن الحلقات اللي هتنزل في المستقبل. وبس كده، سلام.